السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنعمل العيش الرائع ده. مقاديره اقتصادية وإن شاء الله موجودة في كل بيت، طعمه رائع. قبل ما نقول العظمة دي عملناها ازاي، هنصلي على أفضل خير خلق الله. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، أنا نخلاه وحط عليه رشة ملح. وهبدأ أجيب بولة وأحط فيها مج إلا ربع زبادي. الزبادي ده بالجرامات قد إيه؟ حوالي 240 جرام زبادي من المج دوت. وهنزل عليه كمان بمج مية، يبقى كده خدنا مج مية وكوب إلا ربع زبادي عبارة عن 240 جرام. وهنزل كمان بأربع معالق سكر ممليين بشكل هرمي من المعلقة اللي في ايدي دي، لا اما 5 معالق ممسوحين. السكر ده سكر التموين الخشن. هنزل كمان بكيس خميرة اللي هي معلقة كبيرة خميرة مملية، وهبدأ أقلب السكر تماما مع الزبادي مع الخميرة مع المية لغاية ما أتأكد إن السكر داب تماما. هبدأ أنزل بنص مج زيت. المج ده من نفس المج اللي أنا بشتغل بيه يا جماعة، اللي هو مج الشاي العادي، نص كوب. هنزل بيه إلا معلقة، وهنا المعلقة مش هندخلها في وسط العجينة زي ما احنا اتعودنا، لا المعلقة هنقول هنستخدمها في ايه. هنزل بحبة دقيق وهعمل عجينة خفيفة كأني بعمل عجينة زلابية. وهنا برضك مش هرب فيها، بس انا نعم بس العجينة زي ما انتوا شايفين هنا مكتلة. هبدأ انعمها. اول ما هتنعم معايا هبدأ انزل ببقية كمية الدقيق اللي هو الكيلو الدقيق اللي انا مستخدماه، يعني حبة الدقيق دول واخداهم من كيلو الدقيق. هنعمها زي ما هتشوفوا كده. اول ما هتنعم معايا هبدأ انزل بكمية الدقيق اللي معايا اللي هو كيلو دقيق متعدد استخدامات انا نخلاه. هبدأ هنا انزل كمان بمج مية وانا شغالة كده. هنا هشيل الاسباتيلا او المعلقة الخشب عشان اعجن بايديا واقدر اتحكم واشوف هي محتاجة مية ولا لا. هلاقيها محتاجة مية، هتحتاج كمان كوباية مية. يبقى تاخد قد ايه معايا مية؟ هنا معايا كوباية هنزل بيها تدريجيا. انا بنزل تدريجيا بس عشان اشغل الجلوتين في العجينة. هبدأ اللي انا هحط في الاخر كوباية كاملة، يبقى خدنا كده كوبايتين مية. يبقى العجينة وهي في قلب البولة كده تاخد معايا 2 مج من المج اللي انتوا شايفينه ده مية، وكوب الا ربع زبادي من نفس المج ده بمقدار 240 جرام. بعد كده هبدأ أشغلها على الرخامة، وهتحتاج كمان معايا ربع كوباية مية على الرخامة وأنا بشغلها. العجينة دي يا جماعة بتلزق طرية في الإيد، بتلزق في الرخامة، بتلزق في كل حاجة وانتي شغالة كده، يعني عجينة طرية جدا. عشان ألمها لازم أدهن إيدي زيت وأنا بلمها. هنا أنا مش هحط مية غير وأنا شغالة على الرخامة. هي العجينة هنا بتلزق، بس أنا أشوف محتاجة مية ولا هكتفي بكمية المية. لا، هلاقيها محتاجة مية، هجيب نص كوباية مية وهبدأ أنزل بيه تدريجيا. هحتاج منه ربع كوب، يعني جبت نص كوباية خدت منها ربع بس كوب. أنا عايزة العجينة بتلزق يا جماعة. ممكن انتي تاخد منك كمية سوائل المية دي أكتر أو تاخد منك أقل، حسب نوع الدقيق اللي انتي مستخدماه، أو الطحين بيختلف من مكان لمكان. أهم حاجة أنا عايزة العجينة زي ما انتوا شايفين كده على الرخامة. العجينة بتلزق في الرخامة. مهما ألم فيها بتلزق، هي مهما تلمي فيها حتى ما تشغليها هي العجينة بتلزق. العجينة طرية بتلزق في الإيد، ناعمة ملساء جدا. زي ما انتوا شايفين كده. أبقى انا بعمل كده ليه على الرخامة؟ كان ممكن اعملها في البولة، ايوه، بس على الرخامة انا بشغل الجلوتين وبتحكم فيها اكتر من البولة. هبدأ اللي انا اعجن فيها شوية لغاية هي مش هتاخد معاكي بالظبط 10 دقايق، هتلاقي الجلوتين بتاعها اشتغل تماما. شفتوا انا هنا شديت اتقطعت مني، يعني الجلوتين لسه بتاعها ما اشتغلش. انا عايزة اشغلها، هبدأ اشد. هنا اول ما الاقيها بتشد كده، لما شغلتها بتشد ومش بتتقطع معايا، يبقى هنا العجينة مظبوطة وعلى الشغل. شفتوا انا بشد ازاي مش بتتقطع كده؟ العجينة مظبوطة على الشغل. طبعا وصلتوا معايا هنا للمقطع ده، اتمنى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم جديد وكل جديد. واللي ما اشتركش في القناة اتمنى لو الفيديو عجبه او اي حاجة عملتها عجبته اللي هو يشترك في القناة فضلا وليس امرا. وجزاكم الله خيرا، واتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا العمل شاهد لينا ويكون في ميزان حسناتنا، وأكون لو بقدم حتى معلومة يعني بسيطة بفكه. هنا العجينة طرية جدا، العجين لازم تحس بيه. العجين ده
اسهل ما يمكن. محدش يتولد من بطن مامته بيعرف يعمل اي حاجة، كلنا اتعلمنا، ربنا عز وجل علمنا لما توكلنا عليه وقلنا لا حول ولا قوة الا بك يا رب، فربنا عز وجل احسن ما بين ايدينا. العجينة هنا زي ما انتم شايفين ما سبتهاش خمرت، هنا شفتوا بشد بتمط كاني بعمل فطير، المطة دي كاني بعمل فطير، عجينة طرية جدا. انا المعلقة دي طبعا هي اللي انا دهنت بها وش العجينة، هنا بوريكم شفتوا بتشد ما شاء الله، العجينة ممتازة. هي اللي دهنت بها وش العجينة، وهي اللي دهنت بها الأرضية، وهي اللي دهنت بها ايدي وانا بلم الوقت. هي دي المعلقة الزيت اللي انا شلتها. انا اول يعني الرغيف هيتعبك شويه وانت بتقفليه لان ايدك فيها زيت، فهتلاقي العجينه بتتقفل معاكي بصعوبه. بعد كده الدقيق هيتمسح، الزيت هيتمسح، فهتلمي بسهوله. انت بتفرديها وبتبداي تلميها على شكل بقجه، مش هتاخد منك حاجه. الصاج انا يا جماعه بدهنه نقطه زيت لاني بحب اللون المحمر من الارضيه ده. لو انت بتحبي لون العيش مصفر ما تدهنيش الصاج وهو هياخد اللون معاكي المصفر. اما لو بتحبيه زي متحمر سنه كده فادهين الارضيه نقطه زيت. هتبداي تعمليهم على شكل رغيفه عيش. خدوا مني حوالي، عملتهم بتاع 9 رغيفه او 10. ده بيرجع لحجم الرغيف اللي انت عاملاه. هنا احنا هعمل الكور دي وهبدأ بقى اخمر. هنا هنخمر بقى، يبقى احنا الاول ما خمرناش، احنا ريحنا بس العجينه عما مسحنا الرخامه وجهزنا الصواني. هنبدأ هنا بقى اللي احنا نخمر. يعني اول ما عملت كور كده بدأت اخمرها، غطيتها لغايه ما حسيت ان انا بخبز كده صباعي، لا العجينه خمرت، العجينه اتضاعفت كده وخمرت. مش هسيبها تتضاعف حجمها مرتين، لا انا هسيبها بس تعلى معايا، وهبدا اللي انا انزل العلو ده وهبطها واعملها شكل رغيف عيش. ابقى ايه فايده يا امان اللي انت علتيها؟ مكان ما انت كده كده هتهبطي كنت عملتي على طول الرغيفه دي. فايده اللي انا بشغل فيها الهواء والاكسجين، ثاني اكسيد الكربون في العجينه، بشغل فيها ثاني اكسيد الكربون، يعني هخلي العجينه لما تخش في الفرن تعلى معايا، وتبقى العجينه مش رغيف مكتوم ومقفول وتخبطيه في الارض يرد ليكي، لا هتحسي العجينه معاكي هشه كأن عيش فينو. العجينه ما شاء الله طريه، العجينه حلوه جدا معاكي، ملمسها من جوه عيش هاشش، مش حاجه مكتومه. طري في ايدك بتتنيه وتفرديه، طعمه حلو. هنا خلاص خمرتها اول تخميره على شكل رغيف، وبعد كده غطيتها، وبعد كده تاني حاجه بعد ما ريحتها على شكل رغيف بدات اعمل زي ما انتوا شايفين كده. معايا هنا اللي هحطه سمسم، حبة البركة، بذر الكتان، سكر بقرفة. يبقى بذر الكتان، حبة البركة، سمسم، ومعايا كمان قرفة بالسكر. ببدأ زي ما انتوا شايفين بضوافري اعمل او بطرطوف صوابعي بعمل حز كده زي ما انتوا شايفين من الطروف، وبعد كده ببدأ اعملها على اربعها، يعني اعملهم 4 خانات. باجي من النص كده، وبعد كده باجي من النص التاني زي ما انتوا شايفين. ببدأ ماشية كده، وبعد كده اجي من النص، وبعد كده اجي من النص تاني. انا بعمل ايه؟ يبقى المرحله دي عملتها بعد ما فردت رغيف العيش. انا فردت رغيف العيش وقمت مغطياه قيمه 5 دقايق 10 دقايق لغايه معايا عيله رغيف العيش معايا. لما عيله هتبداي انت تعملي بضوافرك كده او بطراطيف صوابعك، هتلاقي اللي انت الحز باين، فهماني؟ في حاجه عاليه وفي حاجه منخفضه. هنا معايا لبن بسكر. المفروض الرغيف اللي هترش عليه تبداي تعملي لان بينشف بسرعه، وفي المرحله دي لو رشيتي على الكل وبداتي اللي انت تحطي هتلاقي الحاجه مش بتلزق لان اللبن نشف على الرغيف. فانت ابداي برغيف، يعني الرغيف اللي ترش عليه تبداي تحطي الحشو اللي انت هتحطيه او الزينه اللي انت هتحطيها. طبعا هتحطي، انا هنا بحط حبه البركه، سمسم، سكر بقرفه، وبذر الكتان، والاربعه ما شاء الله مفيدين وحلوين جدا. الكميه طبعا انا مكتراها عشان انا بصور يعني ايه بحب الحاجه تظهر في الفيديو. عايزه طبعا تحطي اخف من كده، ده بيرجع لك انت. خلاص اول ما بحط بدخل الفرن على طول. طبعا انا بكون مسخنه الفرن على اعلى درجه في الفرن، بدخله رف اوسط ما بياخدش حاجه، وما شاء الله بياخد لون من تحت. في المرحله دي بتبداي تفتحي الشوايه عشان ياخد اللون، لاما هو الفرن بتاعك عالي ما شاء الله هياخد اللون من فوق ومن تحت. يعني اول صينيه انا خد معايا اضطريت افتح الشوايه، تاني صينيه لا محتاجتش، مع حراره الفرن هو حمره من فوق.
ما شاء الله عامل ازاي هاشش وطري. ده ممكن كمان تعمليه من غير ما تحطي اي حاجه من على الوش، تاكليه كده مع تحطي عليه جبنه، تاكليه بعسل، تاكليه بزبادي. يعني طعمه حلو جدا وهاشش، والحمد لله رب العالمين. طريقته سهله والمقادير اقتصاديه. بديل الزبادي ايه؟ لبن. بديل اللبن ميه بتاعه الجبنه، ميه الجبنه. بديلها الميه اللي بتطلع من اللبن الرايب، بديلها اللبن الرايب نفسه. يعني كل دي بدائل. ممكن تحطي لبن بودر، كل دي بدائل. يا اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، والسلام عليكم.